بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوسة الغطاء البوتاجاز اللي فوق انا عامل 1/5 شعلة، فناس كتير بتسألني بيتحلوا ازاي. احنا هنقول لك برضو ايه مع بعض كده يتحلوا ازاي. ادي السوسة الجديدة اهيت، دي بتركب فين؟ السوسة بتركب هنا، تركب في الجزء ده كده. طيب ديت فيها جنب مخلوق وجنب ايه راكب، فاحنا هنقول لك برضو الجنب ايه المخلوق بيطلع ازاي، اللي راكب بيطلع ازاي، والمخلوق فيه بقيته راكب جوه. انا بجيب مفك كده، بس حد يمسك معاك الازاز بس ايه ويضرب على الحته اللي هي السوسته من قدام، هي كده كده بايظه فهي هتتخلع. الجزء الصغير اللي طالع ده فيه بقيه السوسته جوه، يعني دي الجنب التاني واقعه فبقيه السوسته جوه اهي. الجنب التاني الحته الصغيره دي واقعه لوحدها وبقيه السوسته راكبه. طبعا اللي جوه ديت مش هتعرف تطلعها، صعب انها تطلع. ليها حل تاني بقى. الحل ايه؟ ان السوسته دي قطعه صغيره، انت عندك الحته دي حوالي 60 سم الالومنيوم. بس اللي شغال في الازاز دوت يخلي باله واحده واحده، لان اي خبطه غلط هيتكسر. يعني واحده واحده كده معاه اهو. اول حاجه انا جايب خشب اهي تحت او حاجه طريه، لان انا الازاز كده على الارض لو خبطت خبطه واحده من غير الخشب ده هيتكسر، فانا مش عارف اطلعها كده، عايزه حاجه تشدها. حتى لو جبت بنزبوز جامده، فاحنا هنعمل ايه؟ هندق دقه بسيطه كده هتنزل معاك. كل ما تدق كل ما السوسته تنزل. ما تحتها فاضي مش مشكله، مش مشكله انها تطلع، لان كده كده بايظه. افضل ادق كده بالمفك لحد ما اعدي مسافه السوسته. كده المفك اللي معايا كله نزل اهو. هقيس كده السوسته الثانيه اهي، كده تمام. كده السوسته تركب مستريح. طريقتها بقى ازاي؟ بتركب كده اهو، في دوران في السوسته مع الدوران اللي في الحته الالومنيوم. تركيبها سهل جدا، بس عايزه بس قوه ملاحظه ايه، واحده واحده اهو. الدوران مع الدوران بتنزل مستريحه اهي، وبتزق بايدك وبتجيب مفتاح يا 10 يا مفتاح 9، مفتاح 9 يا مفتاح 10. وانت بتضغط تحت بتعمل بالمفتاح كده، بتملى السوسته بايدك، يعني بتحرك شمال يمين كده اهوت، هتبات معاك لتحت. ادي كده باتت اهي. انا بطمن اشوف بس السوسته شغاله ولا لا. ايديا بترد تاني كده اشتغلت. الجنب التاني اهو، خلي بالكوا عشان اللي هيركب سوسته غلط يجي يحلها هتتكسر، هتبوظ، لان دي جايه كبس مع بعض مش هيعرف يلمها تاني. فخليك حريص الاول وشوف عدلتها ازاي وتعملها. عدلتها المفروض تكون الحته المفتاح العدل كده اهوت بتاعها يكون مع الازاز، عشان الباب دوت بيتشال وهو مفتوح وبيركب وهو مفتوح برضه وهو واقف لفوق يعني اهو. لازم البطحه ديت تكون جايه مع الازاز اهو. انا هقفل كده مع الازاز اهو، لازم تكون عدله برضه، مش جايه لسه. ما نستعجلش، لازم نعملها واحده واحده. هطلعها تاني قبل ما اركبها، لو ركبت مش عارف نطلعها. هجيب المفك كده وبضغط عليها تحت كده ركبت. هشوف البطحه مع الازاز، البطحه مع الازاز كده تمام. طبعا انا رحت ركبته عند الناس، هشيله برضو تاني اهي. ده اهي الحته ديت عدله لفوق اهو. الازاز يركب كده اهو ويتشال. اللي يحب تشيل تغسله يعني يتشال لفوق برضو، ما ينفعش وهو مقفول يتشال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.